بنت مهووسة ببرامج المسابقات وبتقابل اختها اللي سابتهم زمان بعد فترة طويلة، وبتقنعها تشارك في مسابقة علشان يسددوا دين امهم. بيبدأ الفيلم بآني البنت اللي مهووسة بمتابعة برنامج كويز البث المباشر للمسابقات واللي بيقدمه المذيع تيري، وبتكون عايشة مع اختها جيني وامها وابوها واللي دايما بيتخانقوا ومحدش منتبه ليها. وبتعدي سنين وبتفضل كل يوم تتابع البرنامج برغم المشاكل اللي حواليها، وبيموت ابوها وبتسيب اختها البيت وبتدخل امها مركز رعاية. وبتفضل آني عايشة حياة مثالية مع الكلب لينجويني وبتكمل 33 سنة، وبتكون آني لسه مهتمة بمتابعة البرنامج كل يوم في ميعاده، وبتجاوب كل الأسئلة ببراعة شديدة وما بتفوتش ولا سؤال. وبتكون متضايقة من متسابق اسمه رون لأنها شايفاه واحد وقح. وبتروح آني الشركة اللي شغالة فيها الصبح وبترجع من شغلها وبتقابل جارتها الست العجوزة واللي بتتضايق دايما من ساعي البريد لأنه بيحط البريد بتاع آني قدام بيتها. وبتكون الست دي شايفة إن الناس كلها عايزين يقتلوها. وفي يوم الصبح بتكون آني قاعدة في شغلها وبتتصل بيها موظفة الرعاية وبتقولها انهم فقدوا امها، وبتفتكرها آني ماتت، بس بتقولها الموظفة انها هربت من المكان وانهم مش قادرين يلاقوها. وبتروح آني للمكان وبتعرفها الموظفة ان هم كمان اتصلوا باختها جيني، وبتيجي جيني واللي بتكون حالتها مبهدلة ما بتكونش حتى عارفة تفتح الباب بتاع الرعاية. وبتروح آني وهي متضايقة من اختها وبتفتح لها الباب وبتشوفها لابسة اسود لانها فهمت ان امها ماتت وبتقعد تعيط، بس بعد كده بتشتم لما بتعرف ان امها هربت. وبيلموا موظفين الرعاية حاجات امهم وبيلاقوا معاها رسالة، ولما بيفتحوها بيعرفوا ان امهم بتحب وسافرت مع حبيبها المكاو. وبيخرجوا من المكان وهم متضايقين من تصرفات امهم. وبتفتح جيني العربية وبتشوف آني شنط كتير في العربية، وبتشوف كمان بطاطين، وبتسألها آني لو كانت بتعيش في العربية بتاعتها، بس جيني بتتوتر وبتقولها ان هي جايبة الحاجات دي عشان تتبرع بيها، والبطاطين دي علشان لو ساعت في يوم تكون جنبها. بس بتكون جيني بتكذب عليها، وبعدها بتروح لها وبتقولها انها كانت جايبة الحاجات دي علشان عايزة ترجع تعيش معاها فترة، وانها كانت ناوية ترجع لما امها تموت. وبتوافق آني وهي متضايقة، وبيروحوا للبيت وبتقعد جيني وبتشوف الكلب لينجويني واللي كان كلبها زمان وسابته ومشيت لما سابت البيت، وآني هي اللي خدت بالها منه. وبتقعد بالليل في نفس الميعاد لما منبه موبايلها بيرن تشوف برنامج كويز، وبتلاحظ جيني انها بتجاوب على كل اسئلة البرنامج حتى قبل المتسابقين، وبتقترح عليها تروح للبرنامج وتشترك فيه، وبتقول لها ان هي اكيد هتفوز. بس آني بتكون عندها رهاب اجتماعي وبتخاف الناس تبص عليها، وبتقول لها ان البرنامج ده بتحبه. بس اخر فقرة بتذل المتسابقين واللي بيرقصوا فيها وبيعملوا حاجات غريبة. وتاني يوم بتروح جيني وبتقابل واحدة صاحبتها وبتقول لها انها هتبقى مدربة وهتخلي حياة الناس احسن. ولما بترجع آني للبيت بتشوف اختها قاعدة قدام البيت، وبتلاقي الست العجوزة كانت فاكراها هتقتلها او فاكراها حرامية وعايزة تبلغ الشرطة عنها، بس آني بتقول لها ان هي اختها. وبيدخلوا وبتفتح البرنامج وبتصورها جيني وهي بتجاوب الاسئلة من غير ما تاخد بالها. وتاني يوم الصبح بتصحى آني من النوم وبتروح الشركة، وبتلاقي كل الناس اللي في الشركة بتبصلها. وبيقول لها صديقها في الشركة ان انتشر فيديو ليها وهي بتجاوب اسئلة كويز، وبيفتح لايف وبيقول للمتابعين ان سيدة كويز معاهم في الشركة. وبتقول له آني انها مش بتحب تعمل اي حاجة مع اختها لانها بوظت حياتها من زمان. وبتشوف الموظفين كلهم بيبصلها فبتسيبهم وبتخرج من الشركة كلها. لما بتخرج بيقابلها واحد اسمه كين وبيقول لها انه عايز يعرف مكان امها، وبتقول له انها في مكاو، وبتعرف منه ان امها مديونة ليه ب80,000، وبيقول لها انها لازم تسد دين امها قبل ما يقتل الكلب بتاعها. وبتسيبه آني وبترجع للبيت بسرعة وبتلاقي الكلب مش موجود. وبتقول لها جيني انها هتكلم امها، بس امها بتكلمهم ببرود وبتقول لهم يروحوا يعيشوا معاها في مكاو ويبقوا يدفعوا فلوس الايجار. وبتتعصب جيني وبتكسر التليفون وبتقول لآني ان اللي بيحصل كله مرتبط ببعضه، وان في حد كلمها من برنامج كويز وشاف الفيديو اللي هي نشرته، وبتقترح عليها تسافر فيلادلفيا عشان تجارب الاداء، بس آني بترفض. وبعد شوية بتروح تفتح الباب وبتلاقي الست العجوزة بتطلب مساعدتها تاخد البريد بتاعها. ولما بتخرج بتتفاجئ ان جيني بتحبسها في صندوق العربية، وبتعرف انها كانت متفقة مع العجوزة على $100، وبعد لما بتساعدها بتقولها انها هتديها الفلوس بعدين. وبتبدأ جيني تتحرك في طريقها لفيلادلفيا، وفي الطريق بتقدر آني انها تكسر الصندوق وتخرج. وبتقف جيني على جنب وبتفضل تزعق لآني وبتقول لها ان دي اسرع طريقة يكسبوا بيها الفلوس وتبطل تعيش حياة العواجيز وتعيش سنها. وبتوافق آني وبتقول لها ان هي اللي هتسوق العربية، وبعدها بتاخد المفاتيح وبتسوق العربية. بيبعت لها كين صورة الكلب وهو بياكل علشان يحبه ويعيش معاه، او بيقول لها ان هو هيقتله لو ما دفعتش الفلوس. بتوصل آني للفندق وبتتريق جيني على موظف الاستقبال اللي متنكر في زي تاريخي، وبتقوله ان ده تنكر وانه مش هو، وبتفضل تضايقه. ولما بيطلعوا الأوضة بتكتشف آني ان مفيش تلفزيون في الأوضة، وبتكون خايفة تفوت حلقة البرنامج. وبتنزل هي وجيني وبيروحوا البار عشان يتفرجوا فيه على البرنامج، وبتقول لهم جيني ان دي سيدة كويز وبتخليهم يراهنوا عليها، وبتقول لهم ان هي هتجاوب الأسئلة كلها.
وحد فيهم بيتضايق من جيني وبيحدفها بحاجة، وبتقع جيني من فوق البار وبتتصاب ايديها، وبتكون جيني متجاهلة ايديها اللي شكلها اتكسرت، وبتقول لها اني انت ازاي مستحملة الألم، وبتقرر انها توديها لدكتور. وهناك بتجيب اني سيرة قريبهم الجراح، وبتقول لها ان لو كان موجود كان هيساعدهم. بيكون جان قريب ابوهم طردهم لما ما تحملش وجودهم. وبتقول لها اني ان هم لما راحوا يعيشوا معاهم كانت خايفة يشوفوهم ناس وحشين، لدرجة ان هي قعدت منع نفسها من دخول الحمام لمدة 9 ايام، وكانت خايفة جدا. وفي يوم صحيت وما قدرتش تستحمل، وعلشان ما حدش يسمع صوتها ويقول عليها حاجة وحشة عملت حمام في الجنينة ودفنته زي الحيوانات. وبيقاطعهم الدكتور وبياخد اني وبيكشف عليها، وبيقول لهم ان هو هيرد العظم وان ايديها مش مكسورة. وبيرجعوا للفندق وبيناموا، وبترفض اني تنام جنب جيني وبتحط مخدات بينهم، بس جيني بتبصلها وبتقول لها انها عارفة انها خايفة من بكرة، وبتطمنها وبتقول لها ما تخافش من اي حاجة. وبعد ما جيني بتنام بتفتقد اني اختها، وبتشيل المخدات وبتنام جنبها، وبتصحيها جيني تاني يوم وبيوصلوا لمكان تجارب الاداء. وبتكون اني عايزة تمشي بس بتمنعها جيني، وبتقول لها اني ان الموضوع هينتهي بيها زي نانسي اللي كانت اسوأ متسابقة في البرنامج، وانها ممكن تكون كويسة علشان كانت قاعدة في البيت بس. وبتبدأ جيني تملى البيانات، بس بتبص جنبها وبتلاقي اني خرجت وبتسيب المكان، وبتخرج جيني وراها وبتمسكها، وبعدها بتقترح عليها انها تاخد مخدرات، وبتسألها اني بصوت عالي ازاي معاها مخدرات، وبيبصلها كل اللي واقفين وبيركزوا معاهم، بس جيني بتبصلهم وبتضحك بسخرية، وبتقول لهم ان اني بتهزر، وبتديها الكيس وبتقول لها تاخد منه حباية واحدة، بس بتكون اني خدته كله. وبتدخل المكان وبتفضل تجاوب غلط، وبتقوم جيني وبتطلع على المسرح وبتقول لهم انها نسيت تاخد علاج السكر بتاعها وعايزة تنام. وبيكون واحد من المتسابقين دكتور، بس جيني بتقوله ان ده طب شرقي وهو ما يعرفوش، وبتديها مضاد للعلاج اللي خدته، وبتبدأ تجاوب وبتتأهل. وبعدها بيرجعوا للفندق وبتقول لها جيني انها ضحكت عليها وان هيجيلها فلوس كتير من المطعم اللي رفعت عليه قضية بسبب الاكل، بس ما رضيتش تقول لها علشان تغيرها للأحسن وتخليها تتحدى خوفها. بس اني بتتهمها وبتقول لها انها انانية زي امها وبتحب نفسها بس وما بتحبش حد تاني، وبتقول لها انها عمرها ما عملت حاجة علشان تساعدها، وعمرها كمان ما خدت بالها منها وسابتها وهي صغيرة ومشيت. بس جيني بتقول لها انها دايما كانت بتاخد بالها منها، وان اليوم اللي هي عملت فيه حمام في الجنينة عند قرايبهم ما دفنتهاش كويس، وهم شافوها وكانوا هيعرفوا انها هي، بس هي قالت لهم ان هي اللي عملت كده، وكانت مراهقة عندها 18 سنة، وكانت شكلها وحش جدا قدامهم، وانها عملت ده علشان تحميها. وبتسيبها وبتمشي، وبترجع اني لبيتها وهي بتعيط، وبتدخل عند الست العجوزة واللي بيكون اسمها فرانسين، وبتستقبلها في بيتها، وبتعرف انها معجبة بممثل مشهور، ولما بتسألها عن اسمه بتكون ناسياه، وبتكون عايشة وحيدة على طول وهتموت حزينة لوحدها. وبتروح جيني المطعم لصاحبتها اللي بتقول لها انها نجحت بسببها، وقالت للمدير على افكارها، وبيجي لجيني اتصال بيبلغوها فيه ان اني نجحت وهتيجي تسجل في البرنامج. بس جيني بتقول لهم انها اتخلت عن اني ولو عايزينها يتواصلوا معاها هي. وتاني يوم بيتواصلوا مع اني في الشركة، وبتكون عايزة تسكت زمايلها لغاية ما بتقوم وبتزعق فيهم، وبتقول لهم انها موجودة وان هي مش مجرد شخص ساكت وخلاص، ولازم بعد كده ياخدوا بالهم منها. وبتقول لهم لو مش شايفينها في الشركة هيشوفوها بكرة على التلفزيون. وبتروح البيت وبتلم حاجتها، وبتاخد فرانسين العجوزة معاها عشان تكون شريكة ليها في البرنامج. وبتروح جيني الكينو وبتقوله انها عايزة الكلب بتاعهم، وبتقوله قدام صحابه انها عارفة انه ما دفعش الايجار من شهور، وان حبيبها السابق هو اللي قالها لانه كان شغال في المخابرات، وبتعرف منه انه بياخد الكلاب وناس كتير مش بترجع تاخدهم. بس جيني بتشغله وبتاخد لينجويني وبتهرب. وبعدين بتكون اني وصلت لمكان المسابقة هي وفرانسين، وبتدخل وبيقابلها رون وبيقول لها انه اسف جدا وكان نفسه انها تكسب، بس هو اللي هيكسب النهارده علشان يبقى اطول واقدم بطل في البرنامج. بس اني بتتجاهله وبتقوله انه حد تافه، وبيحاول يبين انه لطيف وهو مش كده. وبيجي تيري قدوتها وبيسلم عليها، وبتفرح جدا لما بتشوفه، وبيقول لها ان الفيديو بتاعها كان مبهر. وبتبدأ أول جولة من المسابقة وبتكون خايفة وعايزة لينجويني علشان تحط ايدها عليه زي البيت، بس بتفشل، والجولة الأولى بيتأهل فيها شخصين بس من ال3، وبعدها بتجاوب سؤال صح وبتخرج المتسابقة التالتة وبتتأهل هي قصاد رون. وقبل بداية الجولة التانية بتيجي جيني وبتديها لينجويني وبتشكرها اني وبتطلب منهم تاخد الكلب معاها، بس المخرج بيرفض. وبعدها بتيجي جيني وبتخلي الجمهور يسقف للكلب، وبتقول لهم انه كلب كويس ومشهور زي اني بالظبط، وبيوافقوا على وجوده وبتاخده اني اللي بتفضل حاطه ايدها عليه. وبعدها بتجاوب كل الاسئله صح وبتتعادل هي ورون مع بعض. وقبل الجوله الثالثه جوله العمله اللي هتمثل فيها اني كلمات من غير كلام، وشركتها هتقول الكلمه وبتكون عارفه انها هتخسر، وبتخرج بره المسابقه وبتشوف تيري واقف لوحده،
وبيفضل يوريها رباطات العنق وبيقول لها ان كل واحده فيهم حكايه، بس في منهم اللي ثابتين في دماغه، وبيقول لها ان في متسابقين ما كسبوش بس كانوا ناجحين في حاجات تانية، بس حتى لو ما كسبتش هيفضل فاكر انها البنت اللي جابت الكلب بتاعها معاها ونجحت انها تتخطى خوفها. وبتدخل اني وبتطلب تغير شركتها، وبتطلب ان شركتها تكون جيني، وبيوافقوا وبتقول لجيني انها ممكن ما تعرفش الاجابات بس هي عارفاها اكتر من اي حد. وبيجاوب شريك رون على 7 اسئله، وبيقول لهم تيري انهم لازم يجاوبوا 9 اسئله على الاقل. وبتمثل اني كل كلمه بموقف بينها وبين جيني لغايه ما بتيجي اخر كلمه وبتكون كلمه بطله، وبتمثل لها كتير وبيكون الوقت هيخلص. وبعدين بتضطر انها تمثل لها لما كانت في الحفره وان هي جت بعتها وانقذت شكلها، وبتعمل شكل العضلات وبتشاور على جيني، وبتدمع عيون جيني وبتتاثر وبتقول الكلمه، وبتفوز اني وبيخسر رون. وبعدها بيجي بيقول لتيري انه شخص ممل وانه كان قاصد يخسره، بس تيري بيقوله انه فاشل وخسران وبيقوله يطلع بره. وبيحتفلوا كلهم باني وبتطلع بعدها لسطح المبنى، وبتقف هي وجيني يتفرجوا على المدينه، وبتشكر جيني انها كانت معاها. وبيرجعوا هما وفرانسين اللي وهي راجعه بتشوف ممثلها المفضل، وبتروح له اني وبتقوله ياخدها مشوار، وبتقوله انها قربت تموت وبتحبه فبيوافق ياخدها معاه. وبعد فترة كبيرة بتكسب اني 94 مرة في البرنامج، وبتبقى اكتر واحدة بقت بطلة للبرنامج، وبيخليها تيري تعلق رابطة العنق الخاصة بيها في القناة، وبيبقوا صحاب مقربين جدا. وبيتعمل تمثال لعبة ليها زي تمثال تيري، وبتستلم جيني فلوسها من المطعم. وبعد اعتزال رون بيروح لمعالجة نفسية مرتين في الاسبوع، وبيكون شريكه ده حبيب جيني القديم، وبيرجع لشغله في المخابرات وبيرجع لها. وبتشتري جيني قصر كبير وبتشتري قصر صغير للكلب بتاعها، وبيعيش فيه مع الكلبة اللي اتجوزها. وبتموت فرانسين وهي سعيدة بالإنجاز الصغير اللي حققته. ولحد هنا بيكون خلص فيلمنا. ما تنساش اللايك والشير، وقول لنا في الكومنتات ايه الفيلم اللي حابب نلخصه لك.